اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. طبعا كلنا بنشم ريحه الطواجن الكشري من على بعد، وبنجري على المحلات بتاعتها علشان ناكلها. فانا قلت اعملها في البيت كده بطريقه لذيذه وحلوه وكمان اجمل من بتاعه المطاعم. سبكت طماطم، كنت بسبك طماطم علشان اسرع معايا الموضوع، يعني سبكتها وحطيتها على جنب لحد ما اجهز الحاجات اللي هحطها عليها. حطيت معلقه زبده وشويه زيت، وكمان معلقة توم كده عليهم عشان ايه عايزة اشوحها. طبعا الطواجن بتتعمل بالثوم. البصل انا هحطه في قعر الطاجن. ونزلت كده عليه بحتة بنجر، وهنزل بقى بالتوابل الموجودة عندي. انتي حطي التوابل الموجودة عندك كلها. انا حطيت التوابل الموجودة عندي: فلفل اسود وكمون وملح وبابريكا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقرفة ناعمة وجنزبيل بودر. وكمان حطيت معلقة صغيرة يعني بصل بودر. هديهم كده تقليبة لحد ما البنجر ساح معايا، وهجيب بقى الطماطم بتاعتي وهنزل عليها بالحاجات دي. كنت بحط بقية التوابل. جبت بقى الطماطم هنزل عليها بالحاجات دي واديها كمان تشويحة كده صغيرة، واحط عليها المية علشان تغلي، واسيبها هسيبها تغلي على جنب لحد ما اجهز بقية الطاجن بتاعي. كده حطيت المية، هغطيها بقى واسيبها تغلي. تعالوا بقى في نفس الطاسة زي ما هي، مش هنغير حاجة. حطيت معلقة زيت وكمان معلقة زبدة، وهنزل بقى بالسجق بتاعي. يعني اول ما الزبدة تسيح هنزل بقى بالسجق بتاعي. انا هشوحه بس، مش هحط عليه اي حاجة تانية. يعني انا هديله تشويحة بس زي ما انتوا شايفين كده. اعذروني بس عندي احتقان في الزور ومعرفش إيه الموضوع ده. هديله تشويحة بقى واجيب الطاجن بتاعي علشان اعمل الحاجات بتاعتي. وكمان حطيت زيت عشان اقلي بطاطس. جبت الطاجن بقى مقطعه فلفل الوان وبصل. كنت بظبط الاضاءه مش كانت مظبوطه. وفلفل الوان وبصل، وكنت بفكر احط الطماطمايه دي بس لقيتها مش محتاجه. وطبعا انا حطيت فلفل سبايس عشان يديني يعني طعم الحراق يعني في البتاع في الاكل. نزلت كمان برشه فلفل اسود ورشه ملح. هرص بقى السجق بتاعي كده عليهم. وهنزل كده شايفين البهاريز اللي نزلت من السجق؟ هنزل كده بيها شوية صغيرين. وانزل كمان بالمكرونة بتاعتي نية، انا ما سلقتهاش زي ما هي كده. هجيب بقى المية اللي بالصلصة اللي عملتها وهحطها عليها، بس لقيتها شوية صغيرين هزود تاني. طبعا المية بتاعتك اللي بتحطيها للمكرونة بتكون يا دوبك كده واصلة المكرونة اخر حاجة فيها يعني، ما تكونش مغطياها. ونزلت كمان بقى بقية البهاريز اللي نزلت من السجق. هغطي عليها بقى بالفويل، واغطي عليها بالغطا بتاعها وادخلها الفرن تستوي. تعالوا بقى لحد ما الطاجن يستوي والبطاطس تتقلي. تعالوا نعمل مع بعض كده شوية سلطة محترمين. انا مقطعة هنا فلفل الوان وطماطم وكابوتشي وجزر وخيار. حطيت معلقة زيت زيتون في طبق، وحطيت عليهم نص ليمونة، عصرت عليهم نص ليمونة، معلقة واحدة بس خل. اديتهم تقليبة كده، وهنزل عليهم كده بنص معلقة سمان. التتبيلة دي روعة. وحطيت كمان ملح وفلفل اسود بس. دي كل التتبيلة. ونسيت كمان هحط معلقة دبس رمان، معلقة صغيرة بس. كده التتبيلة بتاعتي جاهزة. بص كده في منتهى الروعة. بص سلطة كده فظيعة، لو جربتيها هتحسي بفرق فظيع في تتبيلة السلطة. طبعا السلطة انا مقطعاها قطع كبيرة، لو حابة تنعمي نعامي، لو حابة تكبري عن كده كبري. طبعا قطعت، كان عندي بصلايه خضرة كده قطعتها وحطيتها في الطبق علشان تبقى تحت. حطيت نص التتبيله على الخضار اللي انا مقطعاه، وفضيته كده فوق البصل، وحطيت بقيه التتبيله عليه. كده الطبق بتاعي جاهز. هنا بقى الاكل بتاعي جاهز. قليت البطاطس وطلعت ليمون مخلل وصبيت العصير. تعالوا بقى نغرف الطاجن بتاعنا. شايفين جماله؟ تحفه تحفه تحفه.
احلى من اللي بتشتريه من بره. حاجه كده بيتي بيتي يعني، حاجه ليها نفس البيت اللي بيه بالراحه عشان ما يقعش منك. ايوه هو كده بالظبط. شايفين جماله؟ يا سلام، احلى من اللي بتجيبيه من بره 100 مره. كده الاكل بتاعنا النهارده خلص. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم، واشوفكم في فيديو جديد. يا سلام على الطاجن بتاعي، ولا طبق السلطه الجامد ده، جربوه مش هتندموا، طعمه تحفه تحفه تحفه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.